ناس من كل حته، من كل جنب، كله بيصور. احنا بنتكلم دلوقتي وشايفيننا، هم يحلوا. الناس دي يعني ارواح بتروح، احنا مصابين في ارواح راحت. بحسب تقرير لهيئة السكة الحديد، بلغ إجمالي حوادث القطارات في آخر 5 سنوات 4777 حادثة، لتبدو حوادث القطارات في مصر وكأنها عادة ذميمة تتكرر بين الحين والآخر دون حل أو حد لنزيف القضبان المستمر. هدير جميل، 90 دقيقة، قناة المحور. جانبا الملف ما اتقفلش، يتقفل لما نوجد الحلول، يتقفل لما نتأكد انه ده مش هيحصل تاني ان شاء الله، يعني ربنا يجعلها اخر الاحزان. طبعا بالنسبة للضحايا والوفيات يعني ربنا يصبر اهاليهم طبعا، وبالنسبة للمصابين ربنا يقومهم بالسلامة ان شاء الله. في وجع تاني من نوع تاني، في كلام عن ادوية كتير ناقصة في الصيدليات، ما هياش ادوية من باب الرفاهية، مش فيتامينات يعني، احنا بنتكلم عن ادوية لامراض مزمنة. احنا في مصر عندنا مشكلة متلازمة الضغط والسكر، كتير من الشعب المصري بيعانوا من مرض السكر والضغط، ودي كلها امراض مزمنة بتستلزم علاج لفترات طويلة. اذا كانت الادوية دي اللي هي الاساسية اللي هي بتخص قطاع عريض جدا من المجتمع المصري مش موجودة او شحة في السوق، ففي ناس بتستغل ده فترفع اسعارها، يبقى احنا قدام جريمة حقيقي، جريمة منظمة. مش دوري ان انا ادور عن اطرافها، لان ده دور الدولة بمنتهى البساطة، انا دوري ان انا انور واقول ان هنا في مشكلة. ده كلام خطير، لانه المرض ما بيستناش، لانه مريض السكر او مريض الضغط لو ما اخدش العلاج بتاعه بانتظام لا قدر الله، يعني ربنا يشفي مرضانا جميعا، ممكن يحصل له مكروه. انا عايزه اتاكد من حقيقه الطرح ده من خلال دكتور اسامه رستم، نائب رئيس غرفه الادويه في اتحاد الصناعات. مساء الخير يا فندم. اهلا يا فندم، مساء النور. اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه حضرتك طيب، عيد سعيد عليك وعلى كل حبايبك وعلى المصريين.